هل عمرك حسيت إنك محبوس في نفس العادات والأفكار؟ فهد عامر الأحمدي في كتابه نظرية الفستق بيقولك حياتك ممكن تتغير بفكرة واحدة. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نعيد تشكيل تفكيرنا ونبني مستقبل مختلف. المبدأ الأول: الأفكار تصنع حياتك. الكاتب بيأكد إن حياتك ما هي إلا انعكاس لأفكارك. الفكرة اللي بتتبناها بتحدد اتجاهك، سواء نحو النجاح أو الفشل. خطوات عملية: راقب أفكارك اليومية. استبدل الأفكار السلبية بأخرى إيجابية واقعية. اكتب قائمة بالأفكار اللي بتدعم أهدافك. الخلاصة: الفكرة اللي بتؤمن بيها هي اللي بتصنع مستقبلك. المبدأ الثاني: العادات اليومية. العادات الصغيرة اللي بتعملها يومياً هي اللي بتحدد مصيرك على المدى الطويل. والنجاح مش قرار لحظي، لكنه نتيجة تراكمية لعاداتك. خطوات عملية: ابدأ بعادة صغيرة مرتبطة بهدفك. كررها يومياً حتى تصبح جزء منك. راقب تأثيرها على حياتك بعد فترة. الخلاصة: العادات اليومية هي الطريق الحقيقي للنجاح. المبدأ الثالث: التفكير النقدي. الكاتب بيشجعك إنك ما تاخدش كل الأفكار والموروثات كمسلمات. لازم تشكك وتفكر وتختبر بنفسك. خطوات عملية: اسأل نفسك، هل الفكرة دي صحيحة فعلاً؟ ابحث عن أدلة تدعم أو تنفي الفكرة. جرب بنفسك بدل الاعتماد على كلام الآخرين. الخلاصة: التفكير النقدي هو مفتاح التحرر من القيود الذهنية. المبدأ الرابع: الوعي بالذات. الكاتب بيأكد إن أول خطوة للتغيير الحقيقي هي إنك تعرف نفسك كويس. من غير وعي بذاتك هتفضل تكرر نفس الأخطاء وتعيش في نفس الدايرة. خطوات عملية: اكتب نقاط قوتك وضعفك بصدق. راقب ردود أفعالك في المواقف المختلفة. اطلب ملاحظات من المقربين لمعرفة نفسك أكتر. الخلاصة: الوعي بالذات هو المفتاح الأول لأي تغيير حقيقي. المبدأ الخامس: التعلم المستمر. الحياة مدرسة مفتوحة، وكل يوم جديد فرصة جديدة للتعلم. الكاتب بيشوف إن التوقف عن التعلم هو بداية التراجع. خطوات عملية: خصص وقت يومي للقراءة أو التعلم. جرب مهارات جديدة حتى لو بسيطة. اعتبر كل تجربة حتى الفشل درس مهم. الخلاصة: التعلم المستمر هو وقود النجاح والتطور. المبدأ السادس: القرارات الصغيرة تغير حياتك. الكاتب بيأكد إن أبسط قرار ممكن يغير حياتك بالكامل. مش لازم يكون قرار ضخم، لكن تراكم القرارات الصغيرة هو اللي بيصنع الفرق الكبير. خطوات عملية: ابدأ بقرارات صغيرة مرتبطة بهدفك. كررها يومياً حتى تصبح عادة. راقب تأثيرها على حياتك بعد فترة. الخلاصة: القرارات الصغيرة هي اللي بتصنع التحولات الكبيرة في حياتك. المبدأ السابع: التحكم في العقل. العقل ممكن يكون صديقك أو عدوك. لو سيطرت عليه هتعيش حياة متوازنة، لكن لو تركته يسيطر عليك بأفكاره السلبية هتعيش في قلق ومعاناة. خطوات عملية: لاحظ الأفكار السلبية أول ما تظهر. استبدلها بأفكار واقعية أو إيجابية. مارس التأمل أو الكتابة للتخلص من التوتر العقلي. الخلاصة: العقل أداة قوية، سيطر عليه بدل ما يسيطر عليك. المبدأ الثامن: النجاح مش صدفة. الكاتب بيأكد إن النجاح مش بيجي بالصدفة أو الحظ، لكنه نتيجة تخطيط واعي وعمل مستمر وصبر طويل. كل إنجاز كبير وراه خطوات صغيرة متراكمة. خطوات عملية: ضع خطة واضحة لهدفك. قسم الهدف الكبير لخطوات صغيرة قابلة للتنفيذ. التزم بالعمل المستمر حتى لو النتائج بطيئة. الخلاصة: النجاح مش صدفة، هو نتيجة تخطيط وصبر وعمل متواصل. المبدأ التاسع: التوازن النفسي. السعادة مش في المال أو الشهرة، لكنها في التوازن الداخلي. الكاتب بيشوف إن الإنسان محتاج يوازن بين العمل والعلاقات والصحة والروحانية عشان يعيش حياة متكاملة. خطوات عملية: خصص وقت يومي للراحة والاهتمام بنفسك. اهتم بعلاقاتك زي ما تهتم بعملك. مارس الامتنان والروحانية لتحقيق السلام الداخلي. الخلاصة: التوازن النفسي هو أساس السعادة الحقيقية، مش المال أو الشهرة. بعد ما استعرضنا المبادئ الرئيسية من كتاب نظرية الفستق، بنكتشف إن الرسالة الأعمق مش مجرد نصائح، لكنها دعوة لإعادة تفكير في حياتنا. فهد عامر الأحمدي بيقولك ببساطة: أفكارك وعاداتك هي اللي بتصنع مستقبلك.
من الوعي بالذات للتعلم المستمر للتحكم في العقل للتوازن النفسي، كلها خطوات بتقودك لحياة أكثر وعياً ونجاحاً. الكتاب مش بيطلب منك تغير العالم، لكنه بيطلب منك تبدأ بنفسك، بفكرة صغيرة، بعادة يومية، بقرار واعي. لو وصلت لحد هنا فأنت فعلا مهتم إنك تبدأ رحلة تغيير حقيقية. اشترك في القناة وفعل الجرس وخليك متابعنا عشان نكمل مع بعض رحلة الكتب اللي بتغير حياتنا.